لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني 875 لواني كان تفسير قرآني بيروز بهم وخزمتان بس رزامن دي رب العالمين وهي ودارم أوي أزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. واتا أنا بيرنا كانوا هاوڕەکەیان کە محەممەد المصطفى صلى الله عليه وسلم بە هیچ شێوەیەک جنون و شێتی تێدانیە بەڵکو ئەویان نەذیر و واتە ترسێنەرێکە بە ئاشکرا دەیان ترسێنی. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وكل تفسير قاسم در أي كما يختلقون كواتوكو أوان ادعاء ذكن كقوا والعياذ بالله حاشاه صلى الله عليه وسلم كواشيتا وانية. والاستفهام للإنكار والتوبيه كواتب الصيغي استفهامات أولم يتفكروا آبيرنا كانوا أو الشوازة لبو إنكاروا لبو السرزنش كردنا أي لو أولم يتفكروا في أنه ليس بالصاحب الذي هو أعظم الأمة الهادية بالحق أو هاولي أوان كمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لهمو كسيق هدايتي زياتر بي لبو حق شيء من جنة أو بياوه هيج تيق للشيتي تيدانيا. وجوز أن يكون الكلام تم عند قول أولم يتفكروا وكو لا وقف ابتداء إمام دانيج أولم يتفكروا ليرد جيجاي وستانا دليل وانه كقاسم شوها دليل وانه أوها جيجاي وستان بليرد أولم يتفكروا ليرد جملة كتوادبي إنكار لعدم تفكرهم في شأنه. إنكار لبوي كوان بيرنا كانوا المتفق على صدق وصحة نبوته أو بياوي كوا همو خوان عقله راس درست متفق لسر راس قوي أو بياوو لسر أو كوا بيغمبري خوايا ثم ابتدأ نفي الجنة عنه تعجيبا وتبكيتا. فاش أولم يتفكروا أهون بيرنا كانوا أو ذا ما بصاحبهم من جنة نفي أو يكات بهيج شيء جنون وشيتي لو بياودانية صلى الله عليه وسلم. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى الجنون ما بصاحب من جنة ليرة جنة بمعنى سده بمعنى جنون دينك بمعنى جن به بل بمعنى جنون ده بهيج شيء هاولا كان كمحمد المصطفى ما بين جنة وشيتي تدانية. وكاتش كوا التعبير ذكا بصاحبهم ما بصاحبهم هاوليان للإذان بأن طول مصاحبتهم له كاتك وان بخوان خوي قلنا لنا صاحبي أوم بواتزول لقلي جينا آخر عمري 3 صال بو أو جابوا بيغمبري خوات 3 صال لقلي جيان ولا نابيان جيايا أوان بخوان باش ديناسن مما يطلع على نزاهته عما ذكر وهم باش دزان تبياوشي زانا ودانا ودسباك كبخوان ناوين لنا بصادق الأمين يتر لبرسي لدوات 3 صالي اتهامي ده كان بشيتي. لتفسير سعدي دلي أولم يعملوا أفكارهم وان لو بيري خوان بكار ناينن تماشاب كان هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليه من حاله شيء هل هو مجنون دبابير لا هاوڵەکەی خۆیان بکەنەوە کەوا چاک دەیناسن هیچ شتێک شاراوە لە ژیانی ئەو پیاوە نییە بەنسبەت ئەوان کاشێتی تێدایە حاشاه فلينظروا في أخلاقه وهديه تماشای خۆڕەوشتی بکەن تەماشای ڕێوشوری بکەین تەماشای
وينظر فيما دعا إليه تماشاي الدعوة بانقوازة كيف كان كوا هالقريتي فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها تماشاي كان صفات لو بياويدا كامل ترين صفات هي ولا من الأخلاق إلا أتمها لخوروشت ساكترين خروشت دا ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالم أو عقل رأيك أو هيتي لهم خلش عاقل ترى ولا يدعو إلا لكل خير دعوة كشي هموش ليش خير دقريتوا ولا ينهى إلا عن كل شر لشيش ليش خدغناك إلا لشر خلاف نبي أفبهذا يا أولي الألباب من جنة أي أو كسان عقلتان هي أو بياوشيتي تدا أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم يعني أو بياوا سركرديشي زور عظيمة آموشگاري كاريشي زور مبين وفصيحة وهروها كسيك خاون ريزو كرمو خاون رأفتو رحمة برانبرتان إن هو إلا نذير وكل قاسمي دلي أي رسول مخوف پیغمبرك إنذار تاندكا مبين أي موضح إنذاره إنذارك شيء توضيح دكا مبالغة في الإعذار بشويك هيت عذرك تالو بزيناه للتواو تواوروني دكاتوا لا تفسير معارج ضل استفهام فيه معنى التلويم والتوبيخ والتثريب والإنكار أولم يتفكروا ضل أو أسلوبا براستي استفهام كي لبو قلي كردن لبو سرزنش كردن وإنكاري كردن أو حالتك أوان تيدانا مع الحث على التفكر في شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو هاندانا وكابيل شخصية أوبيا وكان صلى الله عليه وسلم وكمال صفاته البشرية لصفات بشرية كيشتيت كمال لصفات بشري وكمال أخلاقه وعظيم ما جاء به عن ربه وخوروشت هر برزكي وهروها أو بيام برزك ولنا پروردگاری هنايتيو فهذه الآية تتحدث عن المكذبين بآيات الله أو آتا بعض لشيدك أو آنك وآت كان الله تعالى بدلو تزانا الذين كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم آنك محمد المصطفى بدلو زاني صلى الله عليه وسلم وكذب بما أنزل الله عليه من آياته البيانية وهو أو آتانيك لقرآن بيروز لبوي دابزيان بدروي دزان وبما أيده ربه به من آيات إعجازية ولو آتانيك ووكو معجزيك وبلغل لسر بيغمبرات بيان صلى الله عليه وسلم أوان بدروي دزانا كاتك وأخوي قرباسيان دكا أولم يتفكروا بأسلوب الحديث عن الغائبين وأسلوب إقسان خواهي سبحانه وتعالى فرمي وكو قسل سركسان غائبك لا بأسلوب مواجهتهم بالخطاب نكب أسلوبك خطابيا لقلب فرم بلكو أسلوب غائب باسيان دكا لبرت إعراضا عنهم وكو بشتكرن لين وتحريضا على تلويمهم وتثريبهم وهاندانا لبو مقابل كوا لو ما ينبكا وسرزنشتيان بكا ببيان فساد مذهبهم وكوا براستي بيرو برواي أوان برامبر بو حقا بيرو برواية فاسدة لا يقبل به أدنى الذين لديهم تفكير سليم أو بيرو برواي أوان وهرسنقانين أوان برامبر بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم برامبر بو حقيقة وإناتي بيرو برواية فاسدة أو أدنى مستوى عقلها بي مرفوضة للاي كاتي كدفن أولم يتفكروا مصدرة باستفهام تعجيبين توبيخين إنكاري كاتك وبو الشيوي بو أسلوب استفهامك ولبو سرزنش كردنا لبو أويك وإنكاري ذاك لو حالتك وانت دانا يدل على أن الذين كذب بآيات الله البيانية بلغير سأوي أو كسانك وآتكاني بيانيك ولقرآن بيروز داهاتي أوان بدروي دزانا قد سلكوا مسلكا منافيا لموازين العقول السليمة أوان رجاء شانقرتي تبر كأتكاني خواي قرب بدرو دزانن رجاء شانقرتي تبر لقل عقلنا جنزي لا تسرويك ليك لو أنا آت الله في القرآن الذي كذبوا به أو آتاني كالقرآن في الآن بدرويان زانية هي بحد ذاتها وما فيها من إعجاز فكري وبيانين بليغ أو آتان لخد إخوان كإعجاز تدا لروي فكرية إعجاز تدا لروي بيانية كأوفر بلاغته تدل على تنزيل من لدن عزيز حكيم عليم
کاتێکەوە معجزێ لە ڕووی بەیانەوە معجزێ لە ڕووی فکر و منهەجەوە بەڵگێ لەسەرەوەی لەلایەن پەروەردگارێکەوە دابەزێکەوە ئەو پەروەردگارە ئەو پەڕی حکمت و ئەو پەڕی علمی هەیە وليست كلاما من كلام البشر بهيج شيء أو قصي بشر نية ودلالتها الذاتية هذه تؤدي باللزوم العقلي إلى دلالات أخرى وكاتش كوا أو قرآن للاني إعجاز بلاغي كيو بياني كيو للاني إعجاز فكري كي كوا بلغير سر كوا كلام رب العالمين كوا أخواتي عليم خبير وكلام بشرنية أوش عين شتيش كي يلازمه واتلقى أو داها وشانه وهي أن مبلغ هذا القرآن عن ربه صادق في تبليغه وأنه أهل للاصطفاء والنبوة كواتا ما دام أتوك تمشاق قرآن كيدا كي كوا لا روي إعجازه بلغير سر كلام بشرني وكلام رب العالمين كواتا يلزم هذا لقال وشوا بيوزدك كواتا أو كوا تبليغي شدك رازقويل ويكوا پیغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام پیغمبري خوايا عليه الصلاة والسلام وهروها بمقتضى كخواي قورا هلي بجاردي أو كساش كالو پیغمبراتي كوا خواي قورش ككسي كالدا بجاري بوفر حكمة هالدا بجاريتن فهو كامل العقل عظيم الفطنة لا يمكن أن يكون به جنون أو بياوش ما دام پیغمبري أو خوا الحكيمة خواي قورش بحكمة خوايا البجاردي دبي أو كسا كامل العقل بي وأو بريزيرك بي بهيش شيء نابي شيء تتدابي وهو الروية شديكا أن شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شخصيتي خوي التي عرفوها في تعاملهم معه قبل بعثته وبعد بعثته كبخوان هالسكوتي على قال كده لبيش بيغمبراتيكي لدواي بيغمبراتيكي وأن دعوته إياهم إلى دين الحق وكاتك وبانجاني كريبرو أو دين حقيقي لنا أخوي قولوا هاتيا وإلى نبذ أوثانهم وعقائدهم الخرافية وكاتك داوان لذكا كواواز لعقيدة وبيلو باوري وثانيته بتبرستي وخرافيات بينن والإيمان الكامل بتوحيد الله في ربوبيته وإلهيته بانجانك كوا أو فري إيمانيا هاي بذات الله سبحانه وتعالى بيكتا أو ببرستن ليس فيها أمارة واحدة على أن به جنونا ما يتلا بيركنوا لخد آتكان وهو بيركنوا لشخصيتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو دعوي كواهل قريتي بحج شيء مزال تيدانية هيج عقل قبولناك أو بيا والعياذ بالله أو شيء تيدابك أوان دلين والعياذ بالله والمعنى لو تفكروا لما جازفوا بإطلاق مقولتهم التي ليس فيها من الحقيقة الفكرية شيء أجر أوان بير بكنوا بهيج شيء أو خسي أوان ديكن هيج حقتش فكريتي داني فعليهم أن يراجعوا أنفسهم بالتفكر لو بيوستا مراجعة إخوان كانوا دسان بير بكنوا ليعلم أن صاحبهم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ينذرهم بعذاب رب أكمل منهم عقلا وتفكيرا وأبصر منهم بما ينفع وما يضرهم يتردبي قناعات بين كوا أو محمد صلى الله عليه وسلم كوان اتهام إذا كان بجنون زور لوان عاقلتنا وهروا زور لوان شارزات ركواش تشتك زرر هي تشتك خازان هي وكل دعوة كي بوشوي دعوان لو ذكا وعليهم أن لا ينسوا أنهم قد صاحبوه زمنا طويلا وبالا بيريان بكوان زمن يشي دور ودريش هاوليتيان كردية هيج علامتك لعلامات كان جنون الشيء داني بلك وبيتسوانوا أوان تعامليان لقل كردية أو تعامليان بلقي لسر كوا أو كاسا أو بياوة خاواني عقلي راجحة خاواني زيري شي زور بهيزك أخوة يقول بي بخشة وخورة وشتي زور برز أو لم يتفكروا ما بصاحب مجينة إن هو إلا نذير مبين إن كذا هنا حرف نفي بمعنى ما النافية لذا إن ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين حرف نفي إنك بمعنى ما نفي أي ما صاحبهم محمد بالنسبة إليهم وإلى سائر الذين كذبوه وكذب ما جاء بهم عن رب إلا منذر لهم غيور عليهم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكو شخصيتي خوي وكو أو حقي كبيتي هيت سنية وكو أن إتهام بيدك أن تنهى أو نبي كوا بياوك للان پروردگاري والتكليف لكرا أو بياما بقيني وأوي زور بإخلاص وديقيني زور حريص لسر أوي
ئەو خەڵکەی نەجات بداتن لەو گومڕاییە بەو ئینذاراتەی کەوا پێیان ڕادەگەینی بە کاتێکەوە خەوی دەفرن نەذیرە کەوا معنای وایە جار لە دوای جار بە بەردەوامی ئینذاریان دەکا تاوەکو بگەڕێنەوە لەو گومڕایی کە تێیدانە ومبینیشە مبين واسم فاعل من أبان بمعنى أفصح عما يدعو إليه وأظهر وأوضح فلم يقدم دعوته على طريقه الرموز والإشارات والإيماءات كواتا لئن داركشي هيجتي غامزي بينيا بو بري صراحة رون كردنوا دعوة كيدا جيني وديان ترسيني هيج إشارات ورموز شتي خفيت يداني وكو أواني كوا حاملو هەڵگەری داوایەکی باڵن دەیانەوێ بە شتی شاراوە ئاتەن ڕاواز بە داوەکەیان بەڵکو ئەویان صلی الله عليه وسلم ئەو داوای کە هەڵیگرتێ بەو پەڕی سەراحەتەوە دەیگینی هیچ شتی خەفی و ئیشاراتیشی تێدا نیە کەوا گومان و علامەتی ئیستفهام لەسەر داوەتەکەی لەسەر داوەکەی دروست بکە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.